ثانية امير. حنا دابا كاينين في مدرسه الثانيه باسم اللول بمناسبه السنه الامازيغيه كيحتفلوا بها الوليدات، كنحتفلوا معاهم. حنا عندنا هنايا في هذه المدرسه زياده على الوليدات اللي كيتبعوا مسار قصد الرجوع الى التمدرس عبر المدرسه ديال التعليم العمومي. كاين الوليدات اللي كيتبعوا بالموازاه تكوين مهني. كاين هنايا جوج ديال الورشات، ورشه ديال الطبخ وورشه ديال الحلاقه. هاد الورشات كيمكن يمكنوا الوليدات اللي مبغاوش يكملوا القرايه ديالهم انهم يولجوا لسوق العمل. شكرا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في مركز واد سوس الفرصه الثانيه الجيل الجديد. كنشكروا الجريده الالكترونيه اسبريسو الراك 24 على الحضور ديالهم وقبول الدعوه ديالنا. الاسم ديالي بشير حسين، مشرف تربوي بمركز واد سوس الفرصه الثانيه. اليوم ان شاء الله عندنا واحد الحفل ديال السنه الامازيغيه اللي كيتعتبر من حفلات السنه الامازيغيه اللي كيتعتبر حفل قمه في البلاد من عطاء سيدنا جلالة الملك السادس يوم رسمي. بالنسبه لنا اليوم ان شاء الله غادي نقدموا واحد الورشه ديال المتحف ديال السنه الامازيغيه بالاضافه لانشطه تربويه فيها مسرحيه ديال السنه الامازيغيه وبعض الرقصات بالاضافه للالغاز. في الاخير غادي نقسموا بعض الاطباق التقليديه من اعداد المستفيدين داخل المركز. كنتمنى من الله يكون عند حسن الظن ديالكم وديال الجمهور الكريم، وكنشكركم جزيل الشكر على الحضور. شكرا. السلام عليكم، معكم الاستاذ عبد الملك ايد الرئيس، استاذ الطبخ والحلويات، المشرف على القسم الطبخ والحلويات في المدرسه الثانيه في الفرصه الثانيه ايتم اللول. اليوم تنحتفلوا بالسنه الامازيغيه، والسنه الامازيغيه اللي معروفه تاريخيا 2975. قمنا في الورشه بمجموعه من الاطباق مع التلاميذ، مع مجموعه من التلاميذ العدد ديالهم 25 تلميذ وتلميذه. قاموا باعداد مجموعه من الاطباق الامازيغيه صرفه بالمساعده ديالي، وهذه الاطباق معروفه قديما في التاريخ الامازيغي في الحياه اليوميه ديالهم. عندنا مجموعه من الاطباق، نبداو بالاطباق الرئيسيه. عندنا اوركيم، قمنا باعداد الطبق اوركيم، اعداد الطبق بركوكس بالانواع ديالو. درنا 3 الانواع ديال البركوكس. كاين بركوكس بالزيت والعسل، وكاين بركوكس باركان والعسل، وكاين بركوكس بالفاكهه او بليد خوي السك بالمكسرات. وقمنا بالعصيده بالانواع ديالها، 3 الانواع ديال العصيده. درنا العصيده ديال الذره، ودرنا العصيده ديال الزرع، ودرنا العصيده ديال البشنه، ودرنا الطبق الرئيسي اخر وهو ديال الزميده، ما يعرف عند الامازيغ بالبسيس. وعندنا مجموعه من الاطباق كذلك. درنا البطبوط بالعسل وزيت العود واركان. ودرنا الطبق الرئيسي ديال الكسكس او ما يسمى بالدز وكسكس، درناه بسبع خضارين وبالتفايه. وشكرا لكم، تحياتي. السلام عليكم، نقدم لكم الاسم ديالي حسن أطردور، استاذ ديال الحلاقه والتجميل. بالنسبه لهذه الفرصه هذه الثانيه ديال المركز ديال واد سوس، اليوم كنديروا الحفل ديال السنه الامازيغيه. وبالنسبه لهذا النهار هذا كنحتفلوا به بالنسبه للسنه الامازيغيه، وكنقدموا فيه بالنسبه للطبقات الامازيغيه في الورشه ديال الطبخ. وبالنسبه للحلاقه، انا اللي كنهتم بهذا التزيين ديال الطالبات هنا في المركز ديال واد سوس.
والحمد لله كيدوز هذا. المهم بالنسبه لهذا النهار هذا كنحتفلوا بهذه الطاقه الامازيغيه بالنسبه لللباس ديالهم وبالنسبه للطعام ديالهم وبالنسبه للتزيين ديال هذا السنه الامازيغيه بالنسبه للهندام ديالهم. والحمد لله هذا الخير هذا كيدوز بخير الحمد لله، كلشي كيدوز امور مزيانه بخير الحمد لله وشكرا. انا مستفيد الفرصه الثانيه للجيل الجديد الانكلوزيف وزا اكثر. واليوم درنا حفل ديال السنه الامازيغيه. انا كنقدم للناس يكون عندهم اراء والرقص. شنو هادشي اللي لابس؟ انا كما كتشوف عندي حمزه وخطيه. واش هادو كتلبسوهم في الحياه العاديه ديالك ولا كتلبسوهم اليوم؟ كنلبسوهم العاديه، ولكن انها المناسبه ديال الامازيغ اليوم خصنا نكونوا شي حاجه مزيانه، نلبسوا حاجه مزيانه. هذه شنو هي الرساله ديالك للشباب في اللبس الامازيغي؟ فكنشجعهم على اللبس الامازيغي، كنشجعهم على الاصل تاعهم. السلام عليكم، معكم صابرين وشعر مشاركه في الرقص. انا مستفيده في مدرسه فرصه الثانيه المستفيده في مشاركه في الرقص. كيفاش دايرها؟ رقصه السلام عليكم. اليوم حنا في مركز الفرصه الثانيه كنقدموا لكم كاين اليوم في حفل السنه الامازيغيه، كنقدموا لكم جميع الفقرات ومرحبا بكم. بحال مثلا انا مشاركه في حفل السنه الامازيغيه. باش مشاركه في الرقصه المسرحيه تاع مثلا الامازيغي وكيفاش التقاليد ديالو وكيفاش كيكون. شنو الشعور ديالك كنتي لابسه؟ الشعور ديالي انا فرحانه حيتاش لابسه اللباس ديال الاصل ديالي. كنتي كتعرفي السميه ديال هذا؟ كنت قبل ودابا زدت عرفت عليهم يعني شنو سميتو ديالك دابا؟ بحال هادي سميتها تاويزه، هذا سميتو أذان، هذا القطيب، هذا واقيلا اللوبان، ما عرفتش كيقولوا ليه. المهم كل واحد كيفاش كيقول لي في التقليد ديالو.